ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، متنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا مفاجأة كبيرة جدا لكل الفانز، وهو واخيرا فلوج ولادة ندى مراد برنس مصر ووصول البيبي بالسلامة. هنعرف فيه ندى ولدت طبيعي ولا قيصري، وكمان اسم المولود، وكلمة ندى حمو لبيبي صالح بجد مؤثرة جدا، وكمان مكالمة ندى لبيبي مكة، واخيرا خبر حصري عن ميعاد التحديات. فيديو اليوم حلو جدا بس كملوه، وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. في البداية ندى كانت رايحة المستشفى الصبح بدري زي ندى جلجل قبل نور الشمس على طول. كانت الساعة حوالي 5:30 الفجر، وكان معاهم حودة ومستر أحمد عشان يصورهم. برنس الكون كان واخد معاه الورق الشخصي بتاعه وكمان قسيمة الجواز عشان لما تولد ندى بالسلامة يسجلوا البيبي، وده طبعا هنشوفه في الفلوجات الجاية. المهم انهم ركبوا العربية. روحي ندى كانت قلقانة قوي في الطريق. ملحوظة مهمة جدا، ندى ولدت يوم 26/1، يعني يوم الخميس اللي فات، وهي دلوقتي بقالها اكتر من 4 ايام والدة. لكن النهاردة هو فلوج الولادة طبعا بعد ما اطمنا على ندى حمو. حودة كان متلخبط جدا وتاه عن طريق المستشفى، وده بسبب انه كان صاحي من النوم مش مركز. مستر احمد كان عمال يضحك ويضحك برنس مصر وندى عشان يفك التوتر اللي قبل الولادة. وهنا واخيرا وصلوا اوضة ندى واحلى ندوشة اللي معاه حمو ما يشيلش همه. طبعا برنس الكون وحودة كانوا بيغنوا عشان ندى ما تكونش خايفة. البرنس قال حاجة مهمة جدا، ندى تعبت جدا في الحمل ده عشان كانت كل يوم بتاخد حقنة. الحقنة دي اسمها كليكسان، وهي حقنة بتعمل سيولة في الدم عشان ندى كان عندها تجلط في الدم، ودي بتكون وراثة، وكانت بتاخد الحقن دي عشان البيبي يوصله الدم ويبقى بخير. المهم ان ندوشة جه وقت تلبس لبس الولادة. ندى كانت عسل قوي ما شاء الله عليها. ندى كانت متحمسة جدا، نفسها تشوف البيبي وعاوزة تعرف هو شبه مكة ولا لأ. كملوا الفيديو معانا هتتفاجئوا البيبي شبه مين. مستر احمد حلم ان برنس مصر جاب بيبي شبه مكة بالظبط، وطبعا هنا كانوا بيجهزوها للولادة وبيقيسوا لها الحرارة. وهنا اللي كان في ايد ندى كانت سبحة الكترونية بتسبح بيها قبل الولادة. واهم لحظة جت هي لحظة ولادة ندى. تعالوا نشوف مقطع صغير ونرجع تاني على طول. ندى جدعة بالله عليك اوعي تعيطي. ام مكة جدعة ندى والله لو عيطتي ادعولي ايه؟ ادعولي ان انا اقوم بالسلامه والبيبي يقوم بالسلامه، وربنا يرزق كل مشتاق واللي نفسه في اي حاجه ربنا يتمناها. الله الدعوة دي حلوة. الله. ندى دعت لكل الناس ربنا يتقبل منها. برنس مصر هنا دخل عشان يديها التليفون ويصوروها بعد العملية. هنا احلى اخ في الدنيا مستر احمد كان بيطمن برنس مصر. واخيرا يا جماعة زي ما قلنا برنس مصر هيسمي المولود صالح على اسم والده الحاج صالح الجمل، ودي اول صورة لبيبي صالح ما شاء الله عليه، الله اكبر. صالح فيه شبه كبير من بيبي مكة، قولولنا في الكومنتات هو شبه مين. وللعلم ندى ولدت قيصرية، الحمد لله على سلامتك يا ندى، وربنا يبارك لك في بيبي صالح. البيبي اول ما خرج كانت حركته بطيئة شوية من نقص السكر في الدم، بالرغم ان ندى كانت بتاكل فيه سكريات كتير. وطبعا هتشوفوا هنا حنية وطيبة برنس مصر مع ندى مراته، كان بيشربها الحاجة الدافية بالمعلقة. بس مستر احمد هنا موتنا من الضحك لما قال ندى مراتك عاوزة مغرفة مش معلقة. بجد عسل جدا يا مستر. تعالوا بقى لكلمة ندى لبيبي صالح، وبجد اتأثرنا جدا من كلمتها. ندى اول ما شافت بيبي صالح قالت له انا تعبت فيك جامد قوي والله، بس لما شفتك كل التعب راح، ربنا يخليك ليا. كمان ندى كلمت مكة في الموبايل وقالت لها جبتلك النونو شبهك يا كوكي. مكة قالت النونو حبيبي، هي حنينة قوي، ربنا يخليهم لك يا برنس. وكمان روزا كلمت ندى واطمنت عليها.
وهنا ندى الحمد لله ابتدت تتمشى وبقت كويسة شوية. تعالوا بقى لخبر حصري معانا، وهو رجوع التحديات في رمضان ان شاء الله. وندى حمو هترجع التحديات وهتنتقم من حودة. هي ما كانتش عاوزة تضحك، وده بسبب جرح الولادة، ربنا يكمل شفاها على خير. طبعا حودة روح وغير هدومه واخد معاه أمنية القوة عشان تشوف ندى، وكمان يروحوا مع بعض البيت. ووصلت منى العسل. أمنية قالت إن صالح فيه شبه كبير من بابا، يعني شبه الحاج صالح الجمل الكبير، رقم 1 على اليوتيوب كله، ربنا يخليه ليهم ويبارك في صحته. وطبعا كلهم قالوا الأمنية عقبالك وربنا ينجحك، وإن شاء الله نجيبلك تامر حسني في فرحك. واخيرا جت لحظة خروج ندى من المستشفى. الف مبروك يا ندى، يتربى في عزك انتي وبرنس مصر، وربنا يجعله ولد صالح زي اسمه ويبارك فيه هو ومكة. عاوزين كل فانز برنس مصر يباركوا لندى على البيبي ويقولوا لها الحمد لله على سلامتك. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر اسم صالح في الدقيقة الكام معانا؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان تشوفوا اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وبنتمنى من كل الفانز يعملوا شير كتير للفيديو ده وما ينسوناش في اللايك. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.